مرحبا شباب، مرحبا صبايا. بعد ما حكينا عن اوقات التمرين في رمضان وحكينا عن الكارديو كمان في رمضان، حنحكي انواع التمرين في رمضان. طبعا احنا عارفين انواع التمارين، دروب ست وسوبر ست والتقليدي والامور هذه، وعضله في اليوم او عضلتين في اليوم او بوش بول ليج، امور كثير. النصيحه اللي بنصحها انا سواء قبل الافطار او بعد الافطار، انه نحن بشهر رمضان صايمين تقريبا من 14 ل 15 ساعه. اذا عندك نسبه دهون عاليه العب عضلتين في اليوم وخذ مني وما تسالش. ولكن اذا انت بدك تحافظ على كتلتك العضليه او بدك تزيد من كتلتك العضليه، انا بنصح انه نلعب عضله واحده في اليوم، وبلاش موضوع السوبر ست والدروب ست، لانه حنعمل مجهود كبير وانا صايم 14 15 ساعه في اليوم واجي العب واشد على حالي ودروب ست ونفسي. لا، انا بنصح انه نلعب اللعب التقليدي اللي احنا متعارفين عليه، من 5 6 تمارين 4 جولات في 10 في 12 في 15 اللي بتقدر عليه انت، في اوزانك الطبيعيه اللي انت بتشكلها سواء قبل رمضان او بعد رمضان. ولكن اذا انت بدك تحافظ على كتلتك وتزيد عليها زي ما حكيت لك، عضله واحده اعطيها حقها والعب لها. واذا عندك وقت حابب كمان انك انت من النوع اللي حابب تنشف، ممكن تلعب كارديو بعد التمرين. ولكن اذا انت كان عندك نسبه دهون عاليه حبيت تلعب قبل او بعد الافطار، فانا بنصحك انك تلعب عضلتين في اليوم. واذا عندك كمان امكانيه انك تلعب كارديو بيكون افضل. بتمنى ان احنا انه نكون فهمنا هذه المعلومه، واي سؤال اي استفسار عن هذا الموضوع احنا جاهزين.